غالبا يكون فايت اخر ما بين ستار ديزي والفريق ديال الواسك اللي لات ريفايفا. كيبان بانه ما عندهمش العدد الكافي، انهم عندهم فقط سلاح ديال البيزون. جيني سحال في واحد البلاصه، هو كيتفاجئ بوجود اللاعب ياسر اللي كيسخن ليه. نورمالمون ياسر جينيس هو اللي خصو ياخد البوزيسيون العكسيه. فريق الواسك مجمع بواحد الشكل متكتل، يمكن الاليات اللي ما عندوش باش يحل هاد اللعب. نشوفوا انه يقدر يكون فايت اللي هو ديال قريب من هذا ما بين ستار ديزي او عفوا فريق الوانتد وفريق الواسك. يونس اللاعب اللي كيطيح هنا، اللاعب زيكو اللي كياخدو افونتاج. بطبيعه الحال الفريق ديال الوانتد من بين الفرق اللي هي قويه في الفايتات ديال الفرق، وبالتالي نورمالمون الواسك من بين الفرق اللي كتعتمد على الفايتات ديال الميدرانج. كان متوقع لا من الناحيه ديال العتاد لا من الناحيه ديال نوعيه الفايت انهم يخسروا هذا الفايت هذا اللي هو مهم انك باش تدخل الزون الاخير. صراحة هو متوقع ان الوسط خسر، خصوصا على حساب البوزيسيون ديالهم وحتى الحلة اللي داروا. يعني شفنا ان جيليس مشى وتفاجئ ان ياسر لقاه حداه. يعني كان كيسحاب ليه هذوك الثلاثه كاملين كاينين في هذيك الجهه، وبغى يحل هذيك لونغول من ديك الجهه، لقى ديجا انه كاين. ملي تا الريفليكس السريع ديال فريق ستار ديزي، الا كان واحد غيحل حبسناه وثلاثه الاخرين مسبوطين اننا خصنا نزيدو عليهم. وستار ديزي اللي بحال من بين الفرق اللي كتعرف المؤهلات ديالها انها قويه في الفايتات ديال القرب، فدخلت فيه مباشره في تقريبا بكارافان وفي داك الشيء اللي قدامه واحد المسافه قصيره. وحتى لو حنا نقولوا للفريق الواسك انه نورمالمون ما عندوش اللوت كافي، ولكن واخا يكون عنده اللوت كافي، الفريق ديال ستار ديزيل كيتميز وقوي في هذه النوعيه ديال الفايتات، وشفناه لا في الليغا اللي فاتت لا في هذا الماتش الاخر هذا. بيرو حالا وصل 10 ديال كنعرف الكيلات. صار بيز ان فايت ديال الكتلة انه قوي فيها بزاف، تعرف تماما تجيب تماما. المسافات القريبة خصوصا. هنا الفاد كيف ما قلنا انهم غيتريفايفر، الاكس شوتر حتى هما نور الاكس شوتر اخر لعاب. الفال 4 ديال الكيلات. اماتراس اخر لاعب اللي هو علي طاو ما توفقوش انهم يدخلوا. هنا فايت اخر غنشوفوه واش غيمشي بنفس الطريقه ولا غيكون فيه شكل اخر. هنا 3 لاعبين فيهم اللاعب الرابع اللور. كاين جي 18 شحال اللعب، ولكن عنده بوزيسيون مباشره اللي غيعاونوا فيها فقط سنايبر وحده اللي هي ديال الثلج، اللي هي اللي تقدر تعاونوا. لاو مباشره مشى عند وهاك عند كولا. زيكو وياسر كيتكلفوا باللاعبين الاخرين. الفريق ديال ستار الوونتد كيف ما قلنا فريق قوي في فايتات ديال القرب. كان من احسن جي 18 مثلا ياخذ بوزيسيون اخرى بحال البوزيسيون اللي واخد هاك دابا باش يحل لونغل، سينو انه يتخلق لهم مشكل. نذكروا ان ستار بيز انها كتميز بديك ديزي زعما ديزي ستار ديزي. الا ما كانت واحد الثواب اللي عندها واحد الميكرو تاكتيك اللي هو يعني مضبوط واحد 100%، انها صعيب باش تربح هذا الفايت معاهم. تماما. لاكامورا اللي كترجع بقوه الزون ديالها، عرفت كيفاش تجيريها، رغم انها فقط كاينين جوج لعابه عندهم 18 كيل. كيف ما دوينا في الاول قلنا بيرون احد اللاعبين المؤثرين عنده 12 كيل من اصل 18، يعني عنده الثلثين. فريق الفال اللي عرف يتريفايف واخد بوزيسيون ديالو. هنا كيف ما دوينا على فريق سقار في الخريطه ديال نيكستيرا، ما عندوش منافس. فريق ديال ستار ديزي في الخريطه هذه كيبقاو مع 3 سكوادات، ديو في ديو. الصراحه السؤال واش انه ستار ديزي ياخذ كاع الكيلات ولا غادي لك البويات ديك مساله وقت، مساله وقت هذه واضحه. غير حنا واش انه غيتوفق هو ديجا انه يقدر يزيد هاد الكيل، باقي ليه تما تقريبا ما يعادل 4 الكيلات. شحال يقدر ياخذ فيهم؟ هو غيحاول انه يستغلهم كاملين. لاكامورا حتى هو معروف بالشراسه ديالو، غيحاول انه واش ياخذ شي كيل.
ولا كلشي غيكون النصيب ديال الفريق ديال الوونتشد. انا مولف عليهم شويه بستارز، اصلا 3 دايرين طاق ديال ستارز راه ننسى. المهم الشعار اللي غيلعبوا فيه النهائي ان شاء الله هو الشعار ديال الفريق ديال الوونتشد. انا نشوفو راه ما نساوش ماكرو ان الفالدو ولا كامورا اللي تعاونوا راه نقولوا انهم قوى، يعني يقدروا يضبطوا واحد الضغط كبير على ولكن الوانتي. ستار ديزير تبغي تاخذ كاع كيلات، حنا كنعرفوا الفلسفه ديالو، ماشي القضيه ديال اين فوا باش تقرب هادوك غيمشيو يدخلوا عليهم في البلاصه. او ابسط مثال هي الروم ديال البورغاتوري في هي الماتش الاخر على ديال البلحق آه. اللي كانوا بقاو مع الدريم ومع جي 97. بيرو زاد، بيرو شحال عندهم كيل؟ 13 كيل، 13. واحد 19 كيل ناكامورا فريق الوونتد هو 21 كيل. يجي الفريق ستار ديزير يبدا بدايه موفقه. كمل واحد النقطة سفيان. دابا سفيان أنا سكوادو، أنا ما كان أنت كتعرف شنو أحسن وأنا كنعرف شنو أحسن التشكيل ديالو، يعني أنت فرقة ما كتشبه فرقة في العالم كامل. دابا أنا مثلا خاصني واحد النقاط، فهمتي، خاصني واحد النقاط. أنا عارف مثلا واحد الفايت كاينة في بلاصة مثلني وبلاصتي ما عنديش فيها فايت، فأنا كتجيني أن طريقة صحيحة أنني ننزل واحد مثلا في بلاصتي يخدم لي الريفايف وثلاثة الآخرين ينزلوا قراب لهذيك المنطقة ويتسناو واحد شوية ويفوتوا ويهزوا كيلات. علاش؟ خاصني نقاط نلعب عليها. أنا عندي واحد التراجي فيه مثلا واحد 3 سكوادات كنتلاقى معاهم، هذوك 3 سكوادات كاملين كنتلاقى معاهم، ولكن ما عنديش الرباح أنا نفايتي معاهم. علاش؟ أنا خصني مثلا ندخل الزون ديالي هي الأولى، علاش؟ خصني نشد بوزيسيون ديالي ديال الزون باش نتمكن من الماب ديالي. فلاش انا غادي نمشي انا سكوادي كتلعب 70 عام وهي كتلعب على هذاك التراجي كتفايتي مع جوج سكواد ولا سكواد، كيفاش تجيريه مع 3 ديال السكوادات ولا 4 ديال السكوادات؟ على طريقه كتختلف. علاش؟ حيت انت كنقول انا بانني كنشوف لي كوتش ديال الفراقي اللي هما كبار وهذه كيديروا واحد الاضافات كيبدلوا، حنا كيجينا داك الشيء غريب، كنقولوا اواه حتى السكوادات اللي كنشوفوها ديما كتفوشي مثلا كتهبط نقولوا حنا كتهبط مثلا في البيك كتبوشي على بوشينو ولا بما صافي. علاش اليوم ما بوشاتش؟ بوشات لهاد البلاصه هبطات الميت. علاش كنقول لك تيلعبوا على اوبجيكتيف، هذاك الاوبجيكتيف ملي كيتفقد السكواد كتفقد الهويه ديالها، ما كتبقاش السكواد صافي، كتولي داخله في واحد الحوايج اللي هي مولفه كدير. شوف عزيز، بالنسبه لي انا هو اللي خاصو يوضع اللمسه ديالو ويعرف. عزيز حنا خويا الشغل الشاغل ديالنا هو في الفينال كل سكواد اخويا تعطينا واحد المنتوج ديال التدريب ديالها كامله على طيله هاد الشهور هادي. وين ما نتاثرش ما عطينش اهميه للميديا، فهمت؟ خلي عطينا البراز. لاحظت واحد النقطة على الواش كماكرو، حاجة ولات كتعجبني بزاف فيهم، هي ولاو من داك الفراق اللي مثلا روم ما لعبوهاش الثانية ما لعبوهاش كيبقاو كاع الرومات مركزين، كل روم كيعطيوها حقها. ودابا قضية مزيانة. اليومين في ساعة البطولة لعبت بكاع التشكيلات المحتملة كاملين تقريبا باقا واحد 2 تشكيلات ولا 3 اخرين ما لعبتش بهم. انالوغ على اليسار بعد ويشي هنا راسكال. اللهم بارك التشكيله اللي كنتي لعبتي بها في الاول اللي كنا هضرنا عليها. الدراري كاملين كيبانوا لي موجودين، اللي دخل يقضي الصاد ان شاء الله. هذيك التشكيله غادي الله نختاروا اللي موجود كثر. فهمتي اللي موجود كثر. غادي اللي موجود كثر. هادي بويا دا كيبان لك ماكرو شويه ديال الوضوح. شويه باقي غدا غادي تعطى التشكيله واضح زعما الماتش الاول الماتش الثاني كيفاش يتلعب واضح، ما كاينش فيه تردد كاع نهائيا. الوسط 4 ولا 6 كيلو. هو اصلا الراس وصافي اصلا الراس اللي خلطهم تما بجوج صعيبه. لا صافي راسكال اي سبور
بويا بتعود ديال الكيلات في خريطه ديال نيكستيرا